تعالوا بقى النهاردة نعمل السمك السنجاري بطريقة سهلة وبسيطة جدا. والسمك السنجاري بينفع في أي نوع سمك، بينفع في البلطي وبينفع في البوري وبينفع في سمك المكاريل. سمك المكاريل دوت فيه قيمة غذائية عالية جدا وفيه أوميجا 3. هتلاقيه في أي هايبر أو عند أي بتاع سمك. هنعمل الوصفة وبعدين نشوف القيمة الغذائية بتاعت السمك. دلوقتي معايا سمك، السمك ده سمك مكاريل، وبيتقال عليه سمك روسي وبيتقال عليه سمك تونة. هتجيب السمك ده من اي هايبر او من عند بتاع السمك. هو ما بياخدش وقت في التنظيف بتاعه وسهل جدا. هعمل معاكم كده سمكية كده واوريكم انا بنضفه ازاي بالمقص كده بسرعة. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نقص الديل كده. بعدين نمسك السمكية كده نفتح بطنها، هو ما فيهوش اي قشر ولا اي حاجة، سهل جدا يعني. من اسهل انواع السمك اللي بتتنضف بسرعة. هتقصي الزعانف بتاعته كده بالمقص وتشيلي الدماغ بتاعته وتفتحي البطن بتاعته وتنضفيها. كل ده تحت الحنفية بقى. زي ما انت شايفة كده بطريقة سهلة وبسيطة بالمقص، مش هياخد معاكي اي مجهود ومفهوش اي شوك يعني يجرح ايديكي، يعني الشوك بتاعه ضعيف جدا. طبعا هتغسليه حلو وتنضفيه بقى بالليمون كده وشوية خل كده عشان الزفارة وحبة ملح. انا بحب اغسله بليمون عشان الزفارة يعني. انا بس بوريكم انا بفتحه ازاي. هنروح بقى كده ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في اول الفيديو انتوا شفتوا انا كنت حاطة فلفل الوان وفلفل اخضر وفلفل اصفر، يعني فلفل بانواعه، وطماطم وبصل وليمون. عملت كمان دقة. الدقة بتاعتي ديت اللي في الطبق ده عبارة عن توم وبشر طماطماية وفلفل اخضر متقطع حتت صغيرة وكمون وكزبرة وشوية شطة حمرة وعصير ليمون. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب صينية وندهنها ورق زبدة. يستحسن ورق زبدة مش ورق فويل. طبعا لو انت هتعمليه في صاج، انا هعمله في صينية. هنجيب الدقة بتاعتنا بقى اللي احنا عاملينها دي، وانا قلت لكم طريقتها. واخد كده من الدقة كده دقة كده بقى بالثوم والخل بقى، مش قادرة اقول لكم بقى. طبعا بقى حاطة فيها ليمون وشطة حمرة ومحبشاها كده. محبشاها بقى طماطمية وقرن فلفل بقى. طبعا بقى انا نضفت السمكة. بتفتحي السمكية كده سنجاري زي سمك البيتزا. اكلة سهلة وبسيطة جدا وبتتعمل طبعا مفيش 10 دقايق ربع ساعة بتكوني خلصتي الصينية. هتحطي التتبيلة دي كده، بتشرب اللحم بتاع السمكة بيشرب من التتبيلة دي وبياخد طعم حلو جدا. كمان بقى هنجيب بقى الخضار بتاعنا. انا مقطعه كله جوليان، بصل وفلفل وطماطم. هحط بقى من الدقة بتاعتي ديت كده على الخضار واقلب كده. تقليبة حلوة كده هوت عشان الخضار ياخد من نفس طعم التتبيلة. عايزة اقول لكم اكلة روعة روعة روعة. سمك بليمون يزغلل العيون. هنسمي بسم الله بقى كده ونبتدي نحط بقى الخضار. طبعا هو الخضار عندي جه كتير. هو المفروض بيتحط على السمكة كده هوت، وبتحطي عليها شوية زيت. اهم حاجة الزيت، ما تنسيش تحطي زيت. ها وتدخلي طبعا الفرن. بس انا عندي الخضار كتير اهوت. بصراحة مستخسرة ارميه، انا هحطه في الصينية. بنكتر بيه الصينية وفي نفس الوقت بقى بنعمل بقى معاه كده شوية رز ببصل كده، حاجة كده عسل. وتاخدي كده من الخضار وتحطي ايه على الرز يعني. انا دلوقتي كده مقطعه شرايح ليمون هحطها على الوش. انتوا عارفين بقى ان السمك بيحب الليمون. انا حاطه في التتبيله، بس بحب احط شرايح ليمون، بتدي طعم جميل جدا ومزازه.
وبتخلي السمك مفيش اي ريحة زفارة. عايزة اقول لكم بقى اكلة السمك دي، السمك المكاريلي دوت او سمك التونة، تحفة تحفة تحفة. كله لحم كده وجميل، ومفهوش غير هي السلسلة كده بس اللي بتشيليها، ومفهوش اي شوك ولا اي عواقب، وفي قيمة غذائية واوميجا 3 للاطفال، بجد حاجة كده تحفة. دلوقتي كده انا حطيت كمان حتة زبدة كده على الوش كده، اللي هي السمنة البلدي. ممكن ترشي زيت، انا حطيت بقى حتة زبدة كده. حتة الزبدة دي بتدي طعم حلو وبتودي الصينية في حتة تانية. وغطيتها كده بالايه، زي ما انتوا شفتوا كده هوت، بالورق الزبدة، ودخلتها الفرن. عايزة اقول لكم بقى يعني دوقي بس الطعم. آه، تاخدي بالك بس ان عشان الخضار طبعا هيتشوي مع السمك، بيتشوي تمام. بس ما تحطوش على نار عالية عشان ما يتحرقش منك. يعني ايه، الخضار يتاكل كده، بص ما يبقاش محروق. لا، زي ما انت شايفه الفلفل كده اهوت، يعني لو انت دوستي عليه في السوا شويه كمان يتحرق منك. عايزه اقولك بألف هنا وشفا تاكلي صينيه سمك، مزازه وطعم وريحه وقيمه غذائيه. طبعا خضار والفلفل الالوان ده فيه طبعا فيتامين الف وفيتامينات جميله جدا، وشويه خضار بالصلاه على النبي يعني ما تقوليش لعدوك عليهم. حتى الليمون ده فيتامين سي بقى وبيشيل البرد، يعني هتاكلي السمك من هنا مش هيجيلك برد. اما تكتري الليمون في السمك ما بيجيبش برد يا جماعة. عايزة اقولك بقى ان اكلة حلوة جدا جدا جدا، وسهلة وبسيطة ومليانة. يعني السمك ده من الحاجات اللي بتنشط الذاكرة بتاعة الأطفال وبتاعة الكبار. حاجة كده يعني فيها أوميجا 3 زيت السمك، وحاجة كده تحفة بالصلاة على النبي يعني. شوية رز بقى ببصل كده هوت، وتطلعي السمكية كده بقى وتاكلي كده. اللهم صل على النبي يعني. ولو انت بتتفرجي معايا لحد دلوقتي ما تنسيش تحطي لي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بألف هنا وشفا، أكلة جميلة وسهلة وبسيطة. يعني أنا عايزة أقول لكم معلومات حلوة كتير جدا جدا عن السمك وفوائده كتير. وعايزة أقول لكم إن الأكلة دي تنفع في سمك بولتي، في سمك بوري. وكمان السمك ده بيتعمل منه التونة، بيبقى تحفة. هعمله لكم إن شاء الله في فيديو طريقة سمك التونة ازاي تعملها في البيت. طبعا انت عارفة ان هي غالية بره. وعايزة اقولك بقى طعم السمك مع شوية الرز بقى في حتة تانية خالص. تعالوا كلوا معايا يعني. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.